حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. انا سمر ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني شرفني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة بأمر الله هنعمل الفطير الشرقي بدون عجن ولا يعني مفيش مجهود فيه خالص. مش هنعجنه. هنعمل الفطير الشرقي وش بيتزا. هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة. ولو حد لسه مبتدئ عروسة جديدة حد نفسه في الفطير الشرقي في نص الليل هيقوم بسرعة كده يشتغل ويعمله. قبل بقى ما ابدأ في الفيديو والتفاصيل والتكات والحركات، لو اول مرة تشوفني ما تنسانيش بقى في اللايك. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. معايا نصين صدق بالسنيبر. هستخدم صدق وبسطرمة. ومعايا لفتين من الجلاش. اول حاجه هعملها ان انا هحمر الصدوق، قطعته كده حتت صغيره، حطيت شويه من زيت الذره في طاسه بقى او في صينيه اي حاجه. وهنزل كده بالصدوق بعد ما قطعته كده حتت. هنزل بيه وهبتدي ان انا اقلب فيه لحد بقى ما ينزل الايدام اللي فيه، وبعد كده ينشف. هحمر الصدوق عادي، يعني انا كاني بحمره للاكل بجهزه. لو طبعا عندك لحمه مفرومه ممكن تستغني عن الصدوق وتشتغلي باللحمه المفرومه. هتجيبي بصلتين تحمريهم او تشوحيهم وتنزلي باللحمه وتحطي ملح وفلفل وبابريكا. تمام تمام. انا هشتغل بالصدوق، وكان طعم الصدوق خطير لانه كان بالسنيبر، صدوق مخصوص كده بالسنيبر. آم، اول حاجه هعملها ان انا هحضر التشريبه اللي انا هشرب بيها الجوليش. انا هعمل الفطير الشرقي يا جماعه بالجوليش، هيطلع قمر وعسل وهتشوفوه دلوقتي. رخامه نظيفه رخامه نظيفه، محدش يقول يع. معايا كوبايه من اللبن، نزلت باللبن كده بخيره، يعني بالقشطه بتاعته. نزلت بمعلقه من السمنه، نص معلقه فلفل اسمر، مغيره من الباكنج باودر. وهابتدي ان انا ادوب كل ده في بعض. معايا بقى الصينيه اللي انا هشتغل فيها، هديها كده دهنه من الزيت على دهنه من السمنه العسل البقري الجميله دي. وبعد كده هابتدي ان انا امسك بقى نص جلاش. هشتغل طبعا صينيه معاكم وصينيه خارج الكاميرا عشان ما اخدش من وقتكم كتير. ببتدي دلوقتي ان انا اجهز الفطير بتاعي، احلى فطيره. ببتدي ان انا افرد الجلاش، بفرد كده بحط نص الجلاشه جوه الصينيه والنص التاني بره. بحيث ان انا بعد ما احط الحشوه وبعد ما احط التشريبه بتاعتي وبعد ما اجهز الفطيره هبتدي ان انا اخد الحروف دي اقفلها. فدلوقتي بقى طبعا الحليب بقى مع السمنه مع الباكنج باودر والفلفل وكده والملح. طبعا بحط التشريبه، بتدي طراوه حلوه جدا للفطير، بتدي ارتفاع حلو قوي، هنشوفه دلوقتي مع بعض. في نص لفه الجلاش كان الراجل خاممني وحاطط حتت صغيره. حتى لو الجلاش بتاعك مقطع هتعملي بيه الفطيره دي، حطي الحتت المقطعه او الحتت المفروله معاكي في الجلاش جوه الفطيره. طعمه جميل. الحتت المتفروله مش هتبان، المقطعه مش هتبان، الناشفه مش هتبان. بجد لازم ان انت تجربيها لان طعمها حلو قوي قوي قوي. طبعا انت بتشتريها غاليه ب 150 ب 200 جنيه. تبقى اللحمه مجمده، الصدوق اللي هو البقالي ما بيبقاش حلو. لا، انت ممكن تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه، ضعفي الكميه بالفلفل الملون، ضعفي الكميه بالخضار. وممكن بربع لحمه مفرومه تعمليها من غير بقى صدق ولا بسطرمه ولا اي حاجه. ابتديت ان انا خلاص فردت نص الجلاش بالشكل القمر ده. ابتديت ان انا خدت نص الصدوق، حطيته كده في الفطيرة. وبابتدي إن أنا أقطّع البسطرمة بتاعتي بالشكل القمر ده. طبعًا بقى مقطّعة فلفل ملوِّن أحمر وأخضر، مقطّعة فلفل رومي، مقطّعة طماطم مكعبات، عندِك زيتون حُطّي، أي نكهة وأي حاجة مشروم، أي حاجة بتحبيها حُطّيها. نزلت بالفلفل الرومي بالشكل القمر ده. باحب الفلفل الرومي أوي مع الجبن، باحب الفلفل الملوِّن، بيدّي لون جميل وطبعًا كُلّه فيتامينات ومعادن. والألوان المبهجة دي بتفتح النِفس بجد على الأكل يا جماعة. نزلت كده بشوية محترمين من الفلفل الملون وفلفل رومي، ونزلت بشوية طماطم بالشكل القمر ده. هانزل بقى جوه الفطيرة بجبنة رومي مبشورة، وهانزل على وش الفطيرة بجبنة موتزاريلا. أنا دلوقتي استخدمت نوعين من الجبن. اللي أنا بارُشّه دلوقتي الأصفر ده اللي هي جبنة رومي مبشورة. عندِك جبنة موتزاريلا، عندِك جبنة رومي، أي جبنة عندِك بقى حطّيها. والله العظيم تحفة. عندِك بقى لانشون، عندِك سوسيس، عندِك أي حاجة حطّيها. لإن الفطيرة كده هتبقى بُصّي باظّة جبن، وهتبقى بتمُط كده وارتفاعها وطعمها تحفة. تحفة يا جماعة تحفة. طبعًا بابتدي بقى خلاص كل الحروف اللي برّه دي، بابتدي إن أنا كده ألِم الفطيرة أو أيوه ألفّها كده داير ما يدور بالشكل ده كده.
معايا بقى خلاص أنا قفلت الفطيرة بتاعتي، طبعًا عايزة بقى طعم عسل، عايزاها تبقى juicy من فوق طرية، عايزاها تحمر معايا، عايزة أدّي طعم، عايزة أدّي قيمة غذائية عالية، هاعمل إيه؟ ابتديت إن أنا جِبت بيضة كده وربيتها بالشكل دوّة، وحطيت لها شعرة من الملح، وشعرة من الفلفل الأسمر، وهابتدي إن أنا أدهن بيها وش الفطيرة، ويا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، تحفة يا جماعة تحفة، تحفة بجد. هنشوفوها دلوقتي في الآخر ونشوف النتيجة هايلة. طبعًا إحنا قُلنا إن أنا هاعمل فطيرة شرقي وِش بيتزا، وِش البيتزا بقى هارُش فلفل ملوِّن، هارُش فلفل رومي، هاحط طماطم، حطيت جبنة موتزاريلا، حطيت كل حاجة، بس اللي ما كانش موجود أو متوافر عندي الزيتون، عندِك زيتون أسود مخلي تحفة، عندِك زيتون أخضر مخلي تحفة. أنا اكتفيت بالجبن وما كانش عندي زيتون، حطيت بقى كده جبنة موتزاريلا هتسيح وتميح دلوقتي وهتبقى عسل يا جماعة. حطي كده الجبنة وغرقي الفطيرة جبنة، بُصي بقى الجمال، تتاكل نيّة يا جدعان، والله العظيم تتاكل نيّة، حلوة أوي، أوي، أوي. مش بتبقي محتاجة جنبها غير كوباية بيبسي كده ساقعة بس، مع كيس كاتشب بقى، مع معلقة مايونيز، والله تحفة، لا بتحتاج مخلل ولا بتحتاج حاجة، وأكلة حلوة أوي، 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 والأطفال والكبار بيحبوها. ابتديت بقى إن أنا أشتغل في التانية، فردت الفطير الجلاش بتاعي، وحطيت برضه نُص كمية الصدوق، وحطيت البسطرمة بتاعتي، وخلاص جهّزتها وغطيتها كده أو لفيتها، والبيضة عملتها بنفس الطريقة، وهابتدي أحط البيضة على الوش، وهابتدي أنزل برضه بالجبنة والفلفل الملون والفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا معايا. وكانت زي الفل. هاخد الفطير القمر ده هادخّله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد معايا نُص ساعة، نُص ساعة بس، وبعد كده هاولّع الشواية، أسيّح الجبنة، أودّي الجبنة اللون الجولد العسل اللي هنشوفه، طعمها خطير، عايزة أورّيها لِك بُصّي بقى الجمال تبارك الله، تحفة، والله العظيم تحفة، تحفة، تحفة. آآ اتغدينا بيها، لو اتبقى بقى حتّة ممكن إن أنتِ تتعشّي بيها، تفطري بيها، طعمها خطير، خطير، خطير. بُصّي بقى قد إيه إن هي juicy وطرية، باورّيكِ الإيه، يعني استخدمت إيدي كده عشان أورّيكِ قد إيه إن هي juicy طرية. هاورّيكِ دلوقتي هتتقطّع إزاي معايا، وبسم الله ما شاء الله أنا خادماها حاشياها الحشوة كتير، لإن هي وجبة غدا، فلازم إن أنا إيه، أتوصّى بيهم كده وأحشيها كده حلو. هابتدي طبعًا إن أنا أنزّلها كده لإني عايزة أقطّعها معاكم، أخرّجها كده. حلوة جدًا، عايزة أقول لِك الجلاش ده لإن أنا اللي إيه، حطيت المقصوصة كده إيه تحتيها، طالعة طبعًا بحالها ماسكة نفسها في منتهى الروعة، هنقطّعها قطع كده مثلثات، حابة تقطّعيها مكعبات زي الفطير اللي بنشتروه من برّه قطّعيها براحتك. هنقطّعها بقى، عايزة أقول لِك إن المخرطة لمّا بتقطّعي بيها الفطير، بتزيد حلاوة الفطير، بتخلّي طعمه عسل، بتخلّي شكله قمر، أحلى من السكينة بقى إيه، مش بتساعدني بصراحة. بُصّي المخرطة ماشية إزاي، لإنها طرية أوي juicy جميلة، جميلة، جميلة. قطّعت بقى الفطير بتاعي كده بالشكل ده على 8 بالشكل ده، مثلثات. طبعًا هاشيل قطعة أورّيكِ قد إيه إن هي juicy من جوّه، الحاجة مستوية، الجبنة سايحة اللي من جوّه ومن برّه، في منتهى الجمال. باحبكم جدًا في الله، أحلى أخوات، ما تنسونيش بقى في اللايك والدعوات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.